انا عندي واحد الحلم صراحه. شوف، علاش ما يكون ترافع، واتمنى من المشاكل الجيوسياسيه والامور الامنيه انها تفك عند دول الجوار في علاقتنا بهم. انا تنحلم باش تكون هنا المحبس هي لا فرونتيير، هي منطقه حدوديه مع موريتانيا. يعني تصوروا معايا دابا حنا تكون عندنا من المحبس اضافه الى الكركيرات عندنا هنا منطقه حدوديه في المحبس. تصوروا معايا دابا هذا الحلم. شوف، الدوام لله، ما كاينش شي مشكل تيبقى، غادي يجي واحد النهار هذا المشكل غادي يتحل، وغادي يوليو الامور يتمشوا بسلاسه بلا مشاكل. وحتى الا كاينين المشاكل لنا ثقه في الدوله ديالنا وفي المؤسسات ديالنا بانه كما درنا في الكركرات حتى هنا راه ما يكون حتى شي مشكل. وبالتالي ملي يكون هنا خط حدودي وتكون هنا منطقه حدوديه مفتوحه على موريتانيا، وبالتالي مالي والنيجير، تصوروا معايا لامباكت في شتى المجالات على جهات قلميم وادنون. وتصوروا معايا اكثر الانفتاح على المحيط الاطلسي، وهذا الشيء عنده علاقه حتى بالمبادره ديال جلاله الملك ديال افريقيا الاطلسي على ما اظن. نسيت المصطلح. يعني تصوروا معايا الميناء ديال سيدي فني تيستقبل بواخر تجاريه خط مباشره الى موريتانيا عبر المحبس. تصوروا معايا تنزيل ديال هذا الحلم. وجميع المشاريع الكبرى راه تبتدئ بحلم. اليوم الحلم ديال الربط ما بين المغرب واسبانيا عبر نفق التكلفه ديالو اكثر من 6 مليار ديال الدولار اليوم اصبح حقيقه. اذا علاش حتى حنا علاش ما توحد الجهود ديال مختلف الفعاليات ديال جهاد قلميم وادنون ونترافعوا وندقوا البيبان مركزيا على اساس انه هذا يكون مطلب رئيسي ديال سميتو. لان اساس الزاك هذا الشيء هو اللي غادي يرفع، ماشي غير اساس الزاك بل الجهه ككل. لانه كيفما كان المبلغ ديال الاعتمادات وضخ المشاريع صعيب يتغير الحال ديال الاقليم، لانه الناس تتبغي الرواج. راه شفنا في سيدي فني، وسيدي فني ما كاينينش، الدوله ما عطاتش، عطات مئات الملايير، ولكن المواطن اش تيقول؟ تيقول انا بغيت نخدم، واخا دير اللي بغيت دير ليه، تيقول انا بغيت نشتغل. وبالتالي الرواج تيديروا الموقع وتيديروا حركه الطرق، وهذا الشيء اللي بغينا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا الاخت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.